تخيل لو كنت تقدر ترجع بالزمن 10 سنين وتتعلم أهم مهارة كانت هتغير مستقبلك بالكامل هتتعلمها. دلوقتي عندك الفرصة تتعلم المهارة اللي هتتحكم في العالم خلال السنوات الجاية. المهارة اللي بتدي أصحابها رواتب ضخمة وبتفتح لهم أبواب شغل في أي مكان في العالم. أنا بتكلم عن برمجة. بس السؤال هنا، ليه البرمجة بقت المهارة الأهم في 2025؟ وهل لازم وهل لازم تكون عبقري عشان تتعلمها؟ ليه البرمجة بقت أهم مهارة في 2025؟ بص حواليك، كل حاجة حوالينا بقت معتمدة على التكنولوجيا. الذكاء الاصطناعي اللي بيتطور بسرعة. كل الشركات الكبيرة والصغيرة بقت محتاجة مبرمجين. وظائف المستقبل اللي هتحتاج مهارات تقنية، والبرمجة على رأس القمة. انت ممكن تتعلم البرمجة وتشتغل من اي مكان في العالم. بمعنى بسيط، اللي هيتعلم البرمجة النهاردة فرصة نجاحه هتكون اكبر بكتير من اللي هيتجاهلها. رواتب المبرمجين والفرص المتاحة عالميا. مش هقولك كلام نظري، هخليني اديك ارقام حقيقية. متوسط رواتب المبرمجين في امريكا 100,000 دولار سنويا. حتى في الدول العربية رواتب المبرمجين أعلى من معظم التخصصات التانية. الطلب على المبرمجين زاد بنسبة 30% في آخر 5 سنين ولسه بيزيد. ببساطة البرمجة بقت واحد من أعلى الوظائف دخلا في العالم، ولو اتعلمتها صح هتقدر تبني مستقبلك بنفسك. هل لازم تكون عبقري في الرياضيات عشان تتعلم البرمجة؟ الإجابة بكل بساطة لأ. البرمجة مش محتاجة تكون عبقري في الرياضيات ولا حاجة، محتاجة بس تفكير منطقي وتحليل مشاكل. مش لازم شهادة جامعة عشان تشتغل مبرمج. شركات كبيرة زي جوجل وتسلا بقت بتوظف مبرمجين بدون شهادات طالما عندهم المهارات المطلوبة. تقدر تتعلم البرمجة من الصفر من على الإنترنت ببلاش أو بأقل التكاليف. يعني مفيش أي عذر يمنعك تبدأ. إزاي تبدأ البرمجة من الصفر؟ ولو وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى عندك الفضول إنك تبدأ، ودي أول خطوة للنجاح. ابدا بلغه سهله زي بايثون او جافا سكريبت، اشتغل على مشاريع حقيقيه حتى لو بسيطه، لان التطبيق اهم من الكورسات. اتعلم ازاي تحل المشكله مش تحفظ الكود. استغل المواقع المجانيه زي فري كود كامب ويوتيوب ودبليو 3 سكول. 5. النصيحة الذهبية لأي شخص عايز يدخل المجال ده بسرعة: ابدأ النهاردة. حتى لو جزء بسيط، الوقت اللي هتضيعه في التفكير كان ممكن تستغله في تعلم البرمجة وبناء مستقبلك. وصدقني بعد سنة من دلوقتي هتشكر نفسك إنك بدأت النهاردة. دلوقتي عرفنا ليه البرمجة بقت المهارة الأهم في 2025، وليه لازم تبدأ من دلوقتي. قول لي في الكومنتات ايه اكبر عائق قدامك عشان تبدأ، وهل شايف ان البرمجة هتفيدك في المستقبل؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.